يا صباح الهنا والسعادة عليكم. ما تيجوا نعمل مع بعض وصفة حلوة قوي بالبطاطس. كل اللي زهق من البطاطس المحمرة والمهروسة واللي في الفرن يجرب الطريقة دي، هتعجبكم قوي. يلا بينا نبدأ ونسمي الله. بس أهم حاجة ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة، عايزين نوصل بيكم ل1000 مشترك. يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه في وصفه النهارده معايا بطاطس، قشرناها وغسلناها كويس قوي، وبعد كده جبنا مبشره وبشرناها. طبعا البطاطس الكميه اللي انت عاوزاها، انا هنا استخدمت حبايتين من البطاطس. بعد كده بنجيب معانا طبق ونحط فيه شويه ميه ونغسلها فيه كويس قوي. بعد كده بنجيبها بقى بنصفيها جامد خالص في ايدينا كده زي ما انتم شايفينها. بعد كده ننقلها معانا في طبق تاني. بعد ما نقلناها معانا في طبق بنحط لكل بطاطسايه معانا معلقه من الدقيق، ونحط شعره ملح وشويه من الفلفل الاسمر. دي كان معايا حبايتين بطاطس، حطيت لهم معلقتين دقيق، شويه ملح وشويه فلفل اسمر. نقلبهم كويس قوي، ندعكهم قوي في بعض. بعد كده بنجيب طاسه ونحط فيها معلقتين من الزيت، بس اهم حاجه تكون طاسه غير لاصقه. وبعد كده بنحط البطاطس فيها ونضغط عليها بالشكل ده، ونسيبها على نار وسط تاخد لون. وبعد كده نقلبها على الوش التاني تاخد لون حلو. بعد كده بنطلعها في طبق ونكرر تاني باقي البطاطس. وما تخافيش لو البطاطس اتكسرت معاكي وانت بتقلبيها، ما تخافيش، سويها بس انت كده بالمعلقه وظبطيها. هي كده كده اما نحط باقي الاضافات عليها هتمسك. بنجيب معانا طماطم بنقطعها معانا شرايح، وحبايه فلفل برضو بنقطعها شرايح ونرصها بالشكل ده. لو عندك اي اضافات تانية حطيها، لو عندك لانشون اي حاجه متوفره عندك حطيها. بعد كده حطينا شعره من الفلفل الاسمر وشويه من الملح صغنطتين. بعد كده جبت معايا بيضايه، قلبتها معايا بشويه شعره ملح وشويه فلفل اسمر، نزلت عليها بمعلقه من الصويا صوص ومعلقه من دبس الرمان، قلبتهم جامد وبعد كده كبيتها عليه. بعد كده بنجيب معانا الجبنه الموتزاريلا ونرشها عليها كده زي ما انتم شايفين. اي جبن موجوده عندك او متوفره بتحطيه. بعد كده نجيب الطبقه التانية ونحطيها عليها برضو ونضغط عليها ضغط خفيف. بعد كده بنجيب الجبنه الموتزاريلا ونحط برضو عليها على الوش. بعد كده بنغطي عليها ونسيبها على بس ما الجبنه معانا تسيح وتدي المطه بتاعتنا الحلوه. كده خلاص جاهزه معايا اهي مستويه خالص معاكي. هنجيب بقى معانا كده طبق ونفضها فيه ونقدمها مع بعض. بعد ما حطيناها معانا في طبق هنطلع معانا كده خرطه كده نشوفها مع بعض. جميله قوي، بتنفع معاكي للفطار وللعشاء، ولو ولادك ما بيحبوش البطاطس بالعكس الوصفه دي هتعجبهم جدا. وشايفين مطه الجبنه جميله قوي. طلع معاكم خرطه كده وتشوفوها كده مع بعض. شايفين مطه الجبنه حلوه قوي 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 وهتعجب اطفالك. جربيها، بس اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه.